ده فندق النوبة في اسكندرية. بنجيب محمود معانا كده. علي صوتك كده وجاج. ده فندق النوبة في اسكندرية عند محطة مصر. عند محطة مصر. ده لو انت عايز تقضي يومين كده سريع، يومين بالعافيه كده سريع. سريع كده في اسكندريه، وعايز مش عايز تدفع تكاليف كتير، عشان انت اساسا مش هتنام في الاوضه، انت بتنام بس ساعتين بس 3. وراك حاجه هو جنب اول ما تخرج المحطه في وشك على طول. يعني انت جاي تنام ساعتين 3 في الاوضه، وجاي تقعد على البحر بقى، عايز مشوار، عايز تعمل حاجه، عايز تشتري حاجات، عايز الدنيا حر كده، زهقت من الدنيا وعايز تتهوى، فبتيجي فندق النوبة ده زي ما قلنا جنب محطة الرمل. في اتنين، في واحد عند محطة فوق جنب في وش الخمام وتخرج محطة اسمه النوبة 2. ده النوبة 1 جوه. ده جوه الشارع. اللي بره الجديد ده كان القديم الأصلي، اللي بره الجديد ده القديم. ده القديم. في الاتنين أسعارهم واحد. أوضة بحمام داخلي بيصوريها ايه، وسريرين وتلاجة صغيرة وشاشة، وفي تكييف ومروحه عشان الصيف والحر. وتكييف ومروحه. سعر الفرد فيها 270 جنيه. لا الفردين يعني الأوضة عامة كلها هيقعد فيها لغاية 2. والتاني نفس الشيء اللي هو الجديد شكله أجدد شوية وأحلى شوية. سعر الأوضة برضه 270 حمام بس. ده فيه حاجة تانية إن هو فيه من غير حمام، تبقى أوضة زي دي كده كل حاجة فيها مروحة بس من غير تكييف، وما فيهاش تلاجة من غير، وفيها سريرين. الأوضة ب 200 جنيه بس ما فيهاش حمام جوه. في حمام بره في الطرقة في الآخر. في دش وفي حمام عادي جنب. بس دي اللي جاي يقضي يومين كده على السريع يقضي معاهم. وفيها بلكونة بس بلكونة صغيرة ضيقة كده يعني، ده مش صغيرة قوي. بس ديقة. الحمام بتاعه كويس. اهي نخش نشوف الحمام اهو. حمام ودش. انا مبهدل الدنيا بس عشان ايه؟ لا مش متبهدل قوي، مش متبهدل. ده الدش والسخان. انا بزوق الدنيا. ده الحمام، وهي اوضه كويسه لو انت عايز تقضي يومين، مش حاجه يومين بالعافيه. 3 ممكن تمشي. لا لو عايز يقعد 3 4 يقعد في النوبه اللي بره يعني اجمل شويه، احدث واشيك وحلو وكل حاجه. وعلى فكره في واي فاي. فيها واي فاي كويسه. في واي فاي يعني اللي بيحب اللي ما يقدرش يستغنى عنه كويسه. بس هي كويسه و270 جنيه. حلو.